السلام عليكم. لو عايزة توصلي البوتاجاز بتاعك لدرجة الروقان ديت ويبقى نضيف بالمنظر ده، بس هو كان في المنظر ده الأول والحوامل بتاعه كانت مغسولة كده. كملي الفيديو للآخر واعرفي ايه اللي أنا استخدمته وايه الطريقتين اللي لمعت بيه مقابض البوتاجاز. الخلطة اللي أنا عملتها لمذيب للدهون البيتي الموفر اللي مش هيخليكي تشتري، اللي خلى الحوض بتاعي بالمنظر اللي انتوا شايفينه، وبستخدمه في تنظيف كل حاجة في المطبخ وفي البيت عامة. الطريقة التانية في تنظيف مقابض البوتاجاز، كمان نظفت بيها المفاتيح بتاعة الكهرباء من غير متعب، من غير صابون ومن غير خل ومن غير أي حاجات كيماويات. حاجات موجودة في البيت وبسيطة جدا، مش هتكلفك كتير. وصفة لكل ست عايزة بيتها يبقى رايق وتبقى ست رايقة وتنظف كمان وهي مبسوطة من غير ما تتعب كتير. وفي بداية اليوم الدنيا كانت في البوتاجاز زي ما انتوا شايفين مش ألطف حاجة، وجبت الكوشة بتاعت العين الكبيرة حطيتها على العين الصغيرة ووطيت النار وعملت فنجان قهوة، وحطيت ربع كوباية صابون سائل وربع كوباية خل ومعلقة كربوناتو في الطبق اللي انتوا شايفينه، ودوبته كويس جدا. لازم انضف البوتاجاز والرخامة، وده التنظيف الأسبوعي للرخامة والبوتاجاز. كل اسبوع بنضف البوتاجاز والرخامه بتاعتي بكل حاجه موجوده عليها، غير كمان بضيف حاجه واحده زياده. يعني النهارده هعمل ايه؟ هنضف الرخامه بكل حاجه موجوده عليها، بنزلها في الارض، باخدها على الحوض اغسلها. هضيف التنظيف النهارده الصفايه اللي جنب الحوض، ودي هديه جايه من بناتي، وكانت الفنجان ده عشان هعمل بيه فنجان الصبح، فكان عاجبني جدا وكان شكله لذيذ قوي وكنت عايزه اجربه. شلت زي ما انتوا شايفين، بما ان انا موطيه على القهوه فشلت بقى كل حاجه موجوده بس واحده واحده. بحط الاول على الفوطه شويه من الخلطه، وابتديت ان انا امسح بيهم البرطمانات بتاعت السكر والشاي والقهوه. وبعد كده خدت تدريجي بقى، يعني من جوه لبره. نضفت البرطمانات كويس ونضفت الحامل بتاعهم وتحتيها كويس جدا، والرخامه كمان عند رينج لايت. وبعد كده ابتديت ان انا انضف الجزء الباقي من الرخامه. بقى المكان اللي موجود فيه البهارات، كانت القهوه دلوقتي بقى تبتدي ان هي تفور شويه، عشان الحقها انا عماله ابص عليها كل شويه، فهجيبها كمان اصبها، لان دي من الحاجات اللي بتشجعنا طول النهار، ومن اكتر الحاجات اللي بتشجعني ان انا بجهز فنجان القهوه معايا في اليوم اللي هنضف فيه الحاجه الاسبوعيه ليا. بعد ما حطيت فنجان القهوه فكان لسه سخن فسيبته شويه، ابتديت ان انا اغسل الازايز بتاعه الخل وبتاعه الزيت. وطبعا بغسلها الجزء 3/4، وبقى الجزء اللي فوق اللي فيه السداده طبعا ما بيوصلوش ميه. وساعات اما بيفضوا خالص بغسلهم كلهم بقى كامل بالصابون السائل والميه السخنه. بعد كده رجعتهم، ورجعت كمان البرطمانات بتاعه التوابل. برطمانات التوابل الصغيرة بمسحها برضو بالفوطة اللي عليها من الخلطة. وكمان المنظم اللي تحت، الجزء اللي تحت اللي بحط فيه البرطمانات ده، خدته على الحوض وغسلته بالمية بالصابون السائل وجففته كويس. معايا فوطين زي ما اتفقنا، فوطة بمسح بيها وفوطة بجفف بيها. بعد ما رجعت كل البرطمانات ومسحتها كويس، حتى البرطمانات ده فيه بهارات بس، فبعد ما رجعتهم كلهم بجفف كويس جدا اي جزء جه عليه صابون سائل ومن الخلطة والخل كمان. وشوية كده كانت القهوة كانت بردت شوية، فابتديت ان انا اشرب منها شوية. تعالوا نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. والجزء اللي انا اخترته النهاردة قبل ما اعمل البوتاجاز، زي ما اتفقت معاكم ان انا هعمل الصفاية اللي على الحوض. شلت كل حاجة، انا حاطة فيها طبعا صفاية المعالق كمان هي، لان ملهاش مكان، فعشان كده اضطريت ان انا احطها هنا. طبعا دي صفاية احتياطي غير الصفاية الاساسية عندي. انا عندي مطبقية تانية بحط فيها الكوبايات المقاسات، وكمان الاطباق المتوسطة والاطباق الكبيرة والصواني. لكن هنا الصفاية المفروض ان انا بصفي عليها حاجات وارجعها للمطبخ تاني، لكن في اطباق بسيبها هنا ثابتة، الاطباق الصغيرة، الاطباق بتاعت الفناجيل الصغيرة، القطاعات، المبشرة اللي هي البامبا الصغيرة. طبعا كانت متبهدلة فترة كبيرة، جيت اشيلها لقيت ان اللي ورا هيقع، فكان ليها كده زي صينية كبيرة المفروض تتحط تحتيها، لكن الصينية اللي تحت الصفاية بتتجمع فيها مية كتيرة جدا ويوميا لازم تتغسل. بحط من الخلطة، وحاولت ان انا اعمل على شكل قلب ونحب التنظيف، بس بنحاول هيأس، وهشجعكم دايما واشجع نفسي. انا بصور فيديوهات وبحب ان انا اصورها لان ده شيء بيشجعني جدا. شلت الصينية بعد ما لقيت ان هي هتقع، يعني هتقع عليا وانا بنضف. فزي ما انتوا شايفين الجزء بتاع الحوض كان متبهدل ازاي من تجمع وتراكم اي بقى رواسب تقع من الصابون من المية، لازم بتعمل ريحة من الفترة للتانية، فلازم تتغسل. اي بلاستيك بيجمع فيه ترسبات زي ما انتوا شايفينها. طبعا من الخلطة نفسها حطيت برضو على الرخامة او جزء من الحوض، وابتديت ان انا افركها كويس. وجبت بعد كده طبق فيه مية ونزلت كل الرغوة ديت. اكتشفت ان في حتت صغيرة تاني فهعيد عليها تاني، بس لازم تدعك كويس قوي، لان هي بقى لها مدة، بقى لها مثلا تقريبا اسبوعين ان انا ما نضفتهاش واكتر.
من فترة للتانية انا بحب انضفها وانزلها زي ما انتوا شفتوا كده في الحوض. ما بنزلش الاطباق او المعالق في الارض، لا بنزل في الحوض واغسل واحدة واحدة ارجعها تاني. بعد ما نزلت كده وشطفت كمان الجزء اللي انا عاملاه من الستيكر اللي عند الرخامة فوق، الستيكر اللي عند الحنفية بقاله سنتين انا لازقاه وهو بيتنضف عادي، يعني ممكن يدعك بالليفة وتحطي عليه مية، بس تنزلي المية من فوق لتحت، بس انا مش عاملاه كامل يعني من عند الحوض لغاية الصفاية اللي فوق بس. بعد كده ابتديت انضف الطبق ووقفته طبعا، وبعد كده حطيت الصفايه وحطيت الاطباق بعد ما غسلتهم واحده واحده، حتى المعالق حتى اي حاجه بقى بنستخدمها او بتتحط في الصفايه نفسها. المعالق الصغيره عشان ولادي ما يطلعوش لفوق يجيبوها من الصفايه الكبيره، تبقى قريبه لايديهم ويقدروا ان هم يستخدموهم. والاطباق الصغيره انا بحطها هنا لان لو اتحطت فوق ممكن تقع من الصفايه التانية الكبيره المتعلقه فوق طبعا، فعشان ولادي ما يتشعلقوش فيها ويحصل اي حاجه فلا خليهم هنا قدام قريب لايديهم على الصفايه اللي عند الحوض. عشان كده انا مرتبه الاطباق المتوسطه، يعني الاطباق السمك دي هم مش موجودين عندي غير التلاتة دول بس، عشان ما احطهمش في المطبخ تحت ويتكسروا فانا بحطهم هنا. واطباق صغيره لاي حد عايز يحط اكل في حاجه عشان ما يجيبش من فوق. والمنظم بتاع المعالق والسكاكين طبعا لازم يتغسل لان المكان دوت هو غويط شويه كده، بنقدر نرمي فيه المعالق والشوك والسكاكين والمبشره واي حاجه بقى بنستخدمها. جوه بيتجمع الميه، بتتجمع منه اي بقى ترسبات منها بتعمل كلس وتعمل لون بني وتعمل ريحه مش حلوه، عشان هي بلاستيك ما ينفعش نغسلها بميه سخنه، فتتغسل بميه عاديه، بس ممكن تحطيها في طبق غويط وتنقعيه فيه فتره بميه بصابون بكربونات وبخل، او ميه بخل، وتسيبيه فتره لغايه اما الكلس واللون البني ده او الترسبات ديت تدوب شويه. الطاستين الصغيرين بحب اسيبهم لولادي على الصفايه هنا تحت، ما بحطهمش فوق ولا علقهم في اي مكان، عشان هما بيحبوهم لما بيعملوا البيض او اي حاجات بيحبوا يعملوها تكون مثلا كميه قليله، فبيحبوا يعملوا في الطاسات الصغيره ديت. لو انت بتغسلي المعالق كل يوم كل اسبوعين ننقعهم في ميه بكربونات وبخل، ويا سلام بقى لو ميه سخنه كمان، يعني طبق كبير او صينيه كبيره وتحطي فيها ميه سخنه وتنقعي المعالق السيليكون، المعالق بتاعتك بتاعت الغرف، المعالق العاديه، اي فرش اي حاجه انت بتستخدميها، السكاكين بتخلي الحاجات نظيفه وان هي بتلمع، وغير كمان تقدري ان انت تستخدميها يوميا وانت مطمنه. كده كنت رتبت كل حاجه وخلصتها، والحوض كان خلاص كده، بس كنت عايزه كمان انضف الحوض كمان بالمره، فحطيت شويه زي ما انتم شايفين من الخلطه وابتديت ان انا ادعك الحوض دوت والحوض التاني كمان. فالصفايه الصغيره اللي انتوا شايفينها ديت انا اللي جايباها كانت عندي، والصفايه دي مقاس العيون بتاعتها اصغر شويه من الصفايه الاساسيه بتاعت الحوض، وانا بحب احطها كانها صفايه تحوش اي اكل بقى بيجري بسرعه عند الصفايه الاساسيه. فكره حلوه وعمليه، لو عندك صفايه صغيره مقاسها اصغر من الصفايه الاساسيه ممكن انت تستخدميها كصفايه تحطيها فوق الصفايه الاساسيه ومش هتبان طبعا كانك مش حطاها. اللي قال لي الفكره ديت بابا اللي قال لي الفكره ديت، وهو كان عاملها عنده فحبيت ان انا اجربها عندي. ان انا عندي حوضين فلازم يتنضفوا الاتنين كويس جدا عشان اما احط اي حاجه من الاكل، وطبعا ما بحطش الاكل مباشر في الحوض، بحطه في اطباق، في اطباق عندي ان انا بحط فيها بس عشان ابقى مطمنه ان الحوض نضيف. هنا هامله ميه وابتدي ان انا بقى انضف الحوض دوت واشطفه كويس جدا من الرغوه اللي انا عملتها. بملى ميه زي ما انتم شايفين وابتدي ادلق الناحيه دي وبدلق كمان الناحيه التانية، وكده الحوض بتاعي كان نضف وبقى نضيف بالنسبه لي وريحته كمان حلوه جدا. ممكن كمان انقع شويه من الخلطه اللي انا عاملاها، لو اتفضل منها حبه بنقع الليفه بتاعه اللي بغسل بيها المواعين فيها، بتدي ريحه حلوه جدا وما بتعملش اي ريحه كمكمه. الوردات اللي انتوا شايفينها ديت او الزهريات الصغيره بحب اغسلها على الحوض بشويه من الخلطه او الصابون السائل، وتقريبا كل اسبوع مع تنظيف الحوض لازم ان انا انضفهم، بحطهم في الصفايه واسيبهم لغايه ما يصفوا كويس جدا وبرجعهم على الرخامه. كده بقى احنا خلصنا الحاجه اللي اخترناها النهارده في التنظيف الاسبوعي، وهنشرب شويه من فنجان القهوه اللي احنا عاملاه، ودي الحاجه اللي بتشجعني طبعا خلال التنظيف، فنجان القهوه. كل شويه باخد شويه قهوه وابتدي انا اكمل الحاجه اللي بعد كده. هندخل على ايه التنظيف اللي بعد كده، تعالوا نشوف بقى. البوتاجاز طبعا هشيل في كيلو لبن كنت مطلعاه الصبح وكانت غليته لان الولاد الصبح لما يروحوا المدرسه فكان برد خالص، فهغطيه بالغطا بتاع الكسرولة بتاعه وابتدي ان انا اشيله في التلاجة.
شلت الكوش بتاعه العيون بتاعه البوتاجاز وحطيتها في طبق. انا كنت بحطها هنا في الحوض مؤقتا، وحطيت الخلطه بقى على البوتاجاز، سطح البوتاجاز، وابتديت ان انا افركهم كويس جدا. الخلطه ديت لسطح البوتاجاز وللفرن ولجناب البوتاجاز والازاز بتاع البوتاجاز كمان، وكمان الحوامل الزهر واي حوامل لاي نوع بوتاجاز. الخلطه ديت حلوه جدا ومذيب للدهون، وسهل ان انت تستخدميها من غير اي ما تشتري اي مذيب للدهون غالي. ابتديت ان انا افرك، والمرايه كمان، يعني المرايه بتاعه البوتاجاز ابتديت كمان ان انا ادعكها كويس جدا بالخلط. انا بقالي شهرين واكتر ما بستخدمش ولا ورقه ألمونيا للبوتاجاز اللي هو الورق الألمونيا التقيل، ولا كمان ستيكر للمرايه بتاعه البوتاجاز. بنضف تقريبا يوميا، بمسح بالفوطه الصفراء بتاعتي اللي انا بستخدمها، وكمان كل اسبوع بغسل سطح. كل اسبوع بعمل الروتين اللي انتوا شايفينه ده، ان انا بنضف البوتاجاز والرخامه بكل حاجه موجوده عليه، والبوتاجاز تنظيف عميق. وكمان نضفت بنفس الخلطة ديت المراية بتاعة البوتاجاز او الازاز بتاع الفرن بتاع البوتاجاز، وكمان نضفت الجزء اللي تحت في الفرن لان كان عليه كمية تراب، لكن الرف بتاع البوتاجاز ما نضفتوش لان هو نضيف. زي ما انتوا شايفين ده منظر الرغوة عليه. وهبتدي بقى ان انا بعد ما دعكته كويس وحطيت كمان الكوش في طبق ودعكتها والحوامل، هشطف بقى كل دوت كويس جدا، وهستخدم فوطة في ان انا انشف والم الرغوة دي كلها. وده من الروتينات التحفيزية بالذات في فترة الصبح، ان يحفزك ان انت تبتدي تنظيف باكتر حاجات انت بتتضايقي منها، عشان لو هتنضفي حاجة اكتر من كده او هتخشي على تنظيف اوض او ترتيب دواليب. بعد ما خلصت بس ونشفت كويس جدا، انا ما نشفتش، انا بس الفوطه كانت مبلوله شويه، ابتديت ان انا اجفف كل الرغوه، فهشرب شويه قهوه كده. وزي ما انتم شايفين المنظر مشجع جدا ان انا اكمل تنظيف. الفوطه بتاعتي الصفراء جافه خالص، كنت بنشف بقى اي زوايد ميه موجوده. وابتديت كمان ان انا انشف البوتاجاز والفرن والحوامل، بجففهم كلهم، يعني انا مش هحطهم الا ناشفين. كمان العيون والكوش بتاعتهم كلهم لازم يبقوا ناشفين عشان يولعوا معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه. بعد ما خلصت وكملت كمان فنجان القهوة، طبعا فنجان القهوة ابتدى يبقى بارد بس انا بشربه، لان دي حاجة اللي بتشجعني ان انا اكمل تنظيف، ودي حاجة بعملها اسبوعيا فبرتاح جدا بعد ما بنضفها. الخطوة ديت اختيارية، لو حبيتي ان انت تلمعي الاوكر بتاعت البوتاجاز، المقابض بتاعة البوتاجاز تلمعاه كويس، زيت جونسون او اي زيت موجود عندك يكون فاتح، في مناديل كلينكس جافة جدا تبتدي ان انت تنضفي. هتنضفي ازاي؟ بتمسحي ان احنا بنفضل رايح جاي كده ونلمع المقابض نفسها، وكمان الزراير عندي ديت طبعا انتوا مش شايفين ان في كده زي مغامق شوية او منغبش، هو مش بيلمع تماما. فانا لازم ان انا من فتره التانية زي ما انتوا شايفين طبعا المناديل طلع فيه ايه، في جزء بقى ضيق صغير ما بستعملش السكينه لان السكينه هتجرحه، بجيب عصايه الشيش طاووق وابتدي ان انا اشيل الدهون ديت والمعها برضو بمناديل كلينكس. الطرق التانية اللي تسهل عليك التنظيف مناديل الوايبس او مناديل المبلله، دي سهله جدا وسعرها مش غالي. هناخد منديل واحد من مناديل الوايبس او المناديل المبلله، ونبتدي ان احنا نلمع بيه السطح بتاع البوتاجاز او الحوامل لو عايزاه يلمع. هنا المناديل ديت طبعا بتتباع في اي سوبر ماركت للاطفال، او ممكن نستخدمها في اي تنظيف في البيت، وهوريك النهارده استخدامين ليهم. دي الطريقه التانية، ان انا المع مقابض البوتاجاز والمع السطح هنا، وكمان المقبض بتاع الفرن ممكن انتي تلمعي بيه كويس قوي وبتنضف كويس جدا. كمان لمعت بيها ونضفت المفاتيح بتاعه الكهرباء، حلوه جدا. وممكن ان انا انضف بيها اي حاجه ازاز، اي حاجه خشب وازاز تنضفي بيها بسهوله جدا من غير ولا رغوه ولا خل ولا صابون سائل ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا بندور عليها في التنظيف. متهيألي دي حاجه مفيده جدا لكل ست، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد وتحدي جديد للكسل باذن الله.